في قلب هذا المكان المفتوح، حيث الأرض تبدو عادية للوهلة الأولى، يقف هذا المجسم الغريب، أسد صخري، وكأنه حارس لا ينام. هل هو مجرد تشكيل طبيعي؟ أم أننا أمام واحدة من أخطر وأقوى الإشارات التكنيزية في عالم الدفائن؟ الأسد ليس رمزاً عادياً. في ثقافات كثيرة، الأسد يرمز إلى القوة، الحراسة، حماية شيء ثمين جداً. ولهذا عندما يظهر أسد في عالم الإشارات، فالأمر لا يكون بسيطاً أبداً. دعونا نحلل هذا المجسم. انظر إلى التفاصيل. الرأس مرفوع وكأنه يراقب، الجسم ممتد وثابت، الاتجاه واضح وكأنه يحدد نقطة معينة. في علم الإشارات يقال إن اتجاه نظر الأسد هو المفتاح الأول، فهو غالباً يشير إلى موقع الهدف، مكان قد يكون مخفياً بعناية. لكن هنا يبدأ الغموض الحقيقي. الأسد لا يدل دائماً على كنز سهل، بل في بعض التحليلات قد يكون الهدف عميقاً أو محمياً بإشارات معقدة، أو مرتبطاً بمغارة أو مدخل مخفي. الأخطر من ذلك، يقال إن الأسد الحارس لا يأتي وحده، بل غالباً ما يكون معه إشارات تثبيت، فتحات أو جرون قريبة، أو علامات إضافية تؤكد الاتجاه. لكن انتبه جيداً، ليس كل ما يشبه أسداً هو إشارة، فالطبيعة قادرة على تشكيل صخور بأشكال تخدع حتى الخبراء. الخطأ الأكبر التسرع والاعتماد على الشكل فقط دون تحليل شامل للمكان. التحليل الصحيح يحتاج إلى دراسة اتجاه الرأس بدقة، البحث عن إشارات مرافقة، فهم طبيعة الأرض والموقع. الجانب الغامض، يربط البعض هذا النوع من المجسمات بفكرة حارس الكنز، وأن العبث به دون معرفة قد يقود إلى نتائج غير متوقعة. لكن الحقيقة تبقى هذه مجرد قصص متداولة لا دليل علمي عليها. هذا المجسم قد يكون إشارة تكنيزية قوية تدل على هدف مهم، أو مجرد خدعة طبيعية أبدعتها الأرض. والآن